قبل ما ندخل على الوصفة القمر دهيت نصلي بقى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. كان عندي حرفيا خناقة. صلي على النبي يا روز كده واستهدي بالله. خناقة ايه؟ خناقة فعلا على حبة الرز دول ما تتوصفش. خناقة. الرز بصراحة شكله قمر زي ما انتوا شايفينه كده، بيشهي جميل. رز أوزبكي سهل وبسيط، وهو ايه رز تقريبا كده على قد ما انا بفهم في المغرب رز اسيوي. فالرز ده جميل جدا. لا تقولي بقى كبسة، رز شعرية، رز ابيض، بعيدا عن كل انواع الرز، او رز الصيادية، بعيدا عن كل انواع الرز. ده رز اوزبكي جميل جدا، الطعم بتاعه مختلف وبيشهي جدا. كان عندي بقى اللحمة دي. تسكتي يا روز؟ ما تسكتيش، استهدي بالله يا روز. لا ابدا. اخد قطعة اللحمة دي وقلت لازم نحفل عليها النهاردة ونعمل احلى حفلة واحلى شوية رز. طيب وكمان كان جاي معاها عظمة. العظمة دي قلنا بقى ناخد البهريز بتاعتها ونعملها احلى حبة شوربة عشان اطلع الناتج بتاعها باحلى حبة رز اوزبكي. طبعا ربنا يبارك لي جوزي، هو اللي جايب لي اللحمه دي، وكانت تسلم ايده، وكانت قطعتها جميله. وكمان العظمه دي عملت شويه بهريس في الشوربه، نزلت كل البهريس اللي فيها في الشوربه، خلت الرز في مكان تاني. في البدايه كده نسمي الله وندخل بقى على عمايل الوصفه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدأت اجيب الحلة بتاعتي ونزلت بقى بحبة مادة دهنية كده، وبعدين اديت للحمة ديت صدمة. اللحمة لازما في البداية تاخد صدمة كده، اقفل المسام بتاعتها. طالما قفلت المسام بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده كويس جدا، خلاص ابتدي انزل عليها بالميه المغليه. اللحمه كمان بتحب الميه المغليه علشان ما تنزليش عليها بميه بارده. الميه البارده بتغيب في السويه بتاع اللحمه. بس شويه ربع معلقه بس فلفل اسمر كده، وهروح رشهم عليها. ورق اللورة بتاعك، فصين مستكه وفصين حبهان، وبس كده هستكفي بكده. انا مش عايزه طعم الشوربه يغير مني، انا عايزه شوربه لحمه طعم اللحمه باين فيها اكتر. بس هنزل بقى بالطماطم بالبصل، انما بقيه البهارات مش عايزه بهار اكتر من كده. ده بقى بيسموه البهار اللي هو القرنفل. في الدول المغربيه بيسموه تقريبا المسمار. شوفوا بقى انا بتكلم صح ولا لا؟ اخواتي وحبايبي في الله في جميع الدول العربيه يكتبوا لي بقى في الكومنتات، يا ترى فعلا انتوا بتسموه مسمار ولا لا؟ بس ده بهار اللحمه. وانا كده بهرت اللحمه بتاعتي، ومش عايزه طعمها يروح في مكان تاني، انا عايزاه طعم اللحمه. حبيبي يا رسول الله، الرز ده جميل جدا. نصيحة مني كروز، جربوه وقولوا لي رأيكم لما تجربوه، لانه طعمه جميل جدا وهو بسيط جدا وسهل جدا. وهنقول على طريقته دلوقتي، مش هياخد اي وقت ولا اي مجهود. طبعا خلاص انا بهرت اللحمة بتاعتي وخلصتها وخلصت كل حاجة. العظمه اللي موجوده دي هحطها بس كده على وش اللحمه، تنزل بقى شويه البهريس اللي فيها عشان تعمل لي شوربه سمينه كده، وشوربه اقدر اشتغل منها في بقيه الوصفه. بعد ما قفلت بقى مسام اللحمه كلها، بروح نازله بالميه المغليه على اللحمه. بس ظبطي ملح اللحمه في نص السوا بتاع اللحمه كده تقريبا، او حابه تحطي في البدايه لو واثقه ان لحمتك مش هتتاخر او اللحمه مش هتتاخر، حطي الملح بتاعك في البدايه. حاسه انها هتتاخر معاكي شويه، حطي الملح بتاعك في وسط السوا بتاع اللحمه. بس هعصر بقى الطماطميتين دول كده، اخد بس عصير الطماطم واحط الطماطم فيها والبصل، وغطي بقى على الحله وسيبيها تعيش على نار هاديه. طيب انا خدت بقى اللحمه دي استوت ودابت دوب، يعني دايبه دوبان. هاخد قطعتين 3 منها كده واروح مقطعاهم زي ما انتوا شفتوا كده تقطيعه صغيره. وفي ناس بتعملها بحالها، في ناس بتعمل قطع لحمه فيها كبيره عادي. لا انا خدتها قطعتها شرايح كده خفيفه، وبعدين نزلت بالبصله القمر المبشوره دي تلون معايا وتاخد اللون وتتكرمل معايا. انا عايزه البصله تتكرمل معايا عشان اوصل الرز للون اللي انتوا هتشوفوه او اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. بعد كده نزلت بالجزره المبشوره او المتقطعه شرايح زي ما تحبوا.
انا حباها شرايح كده. والرز ده معروف عنه بالزبيب، بالحمص، اي نوع حابه تنزلي بيه برضو، بس الرز ده اعملوه بس زي ما انا عاملاه كده، صدقوني طعمه جميل جدا. نزلت بالبصله اتكرملت معايا، نزلت بالجزره دبلت بس حاجه خفيفه كده. بعد كده هنزل بايه؟ بالزبيب. ابهر بهار الرز بتاعي بقى العادي، او بهار الرز الايه الاوزبكي معايا، اي بهار تحبيه بقى. انا نزلت بشويه فلفل اسمر، ولاحظي ان في ملح في الشوربه فما كترتش ملح في الرز عشان الملح يبقى متعادل ايه معايا. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. بس كده بهرت شوية الحاجات بتوعي، شوية بهار بقى خفاف كده، ورحت نازلة بايه؟ باللحمة اللي انا مقطعاه التقطيعة الناعمة دي. انا عايزة كله يبقى دايب مع كله كده، يعني انت ما تعرفيش بقى اللحمة فين من الخضار فين، هي تبقى دايبة كده مع بعضها. الرز ده كمان بيحب بقى ايه؟ طبعا في حته في المونتاج بس معلش، متاسفه هي رايحت مني. راس توم او راسين توم عندك، بتحوشي بقى الحته اللي فوق كده منها وبتحطيهم زي ما هم الراسين، زي ما هم في قلب الرز. الرز المصري بتاعنا العادي الخالص، يعني ولا رز بسمتي ولا رز اي رز تاني، انا عملتها بالرز المصري العادي المصري بتاعنا اللي ما فيش فيه اي حاجه. ما عملتوش باي نوع رز تاني، ولا عملته ببسمتي، ده رز مصري يا جماعه والله. بس هروح نازله بقى اشوف الشوربه شكلها عامل ازاي وجمالها، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. جميله، حلوه، طعمه، الريحه كمان. بس هحط بقى الرز الشوربه المناسبه على الرز، وادي الحله وطعمتها، وادي جمالها. وطبعا الحله من تحت زي من فوق زي من كل مكان، وانا بوريكم المنظر. شويه رز بقى بس ايه، تشربوا الميه بتاعتهم، تحطيهم على نار هاديه، تقلبيهم، والله بياخدوا العقل. عندي بقى بقيه اللحمه زي ما هي. عندي كمان حابه تعملي بقى كمان شويه خضار، رز ابيض، بتعملي من الطبخه التانية طبخه تانية خالص. انا كنت عامله كل حاجه صراحه، يعني عامله الخضار وعامله الرز الابيض وعامله الرز الاوزبكي. فقلت اللي عايز، وعندي بقيه اللحمه زي ما هي، ايه اللي عايز ياكل من ده ياكل، واللي عايز ياكل من ده ياكل. طبعا الشوربه بوريها لكم، ما شاء الله كانت سخنه مولعه، ما قدرتش امسكها اصلا صراحه، الطبق كان مولع. جربوه وصدقوني. انا اما بطلع لكم بوصفه وببقى خلاص طالعه، ببقى واثقه عن تجربه انها عجبتني، عجبت كل اللي موجودين او عجبت كل الافراد اللي عندي، فعشان كده بطلع لكم الوصفه وانا قلبي مرتاح ومطمئنيه انها كمان هتعجبكم. اخواتي العرب وبحبكم جدا في الله، قولوا لي بقى الرز الاوزبكي دي انتوا بتعملوه بنفس الطريقه ولا لا؟ كمان في ناس بتحط فيه حمص، وما تنسوش راس التوم الكامله اللي بتتحط فيه لانها بتوديه في مكان تاني. صراحه اتحذفت مني في المونتاج، معلش. وفي الختام بقول لكم سلام واستودعكم الله.